مباراة أمين بالصغير الشبيبة تسترجع عافيتها أم أنه تتدارك النقاط التي ضاعت في الجولة الماضية أمام اتحاد بسكة؟ أعطيت عنوانين تساؤلين. الأصح هو تدارك بالنسبة لي الهزيمة ضد تعتبرها هزيمة؟ لأن التعادل داخل الديار يعتبر هزيمة رغم أن اتحاد بسكرة كان قوي. نعود للمقابلة ضد مولودية وهران. اليوم شبيبة القبائل عادت للسكة، برهنت بأنها راح يكون فيه عمل آخر كذلك في الجولات القادمة. 11 نقطة في 3 انتصارات. بالنسبة لي رغم أن عقم هجومي ليس بالهجوم اللي تعودنا عليه في شبيبة 9 أهداف، شبيبة القبائل هذا الموسم فيه عمل كبير ينتظرها. كل شيء حدث في الشوط الثاني في مباراة اليوم. مولودية وهران تسقط على أرضية ميدانها، ماذا يحدث لهذا الفريق؟ والله الأخ طارق لما دائما تسمع في لي كونفيرونس دو بريس في الندوات الصحفية تاع ماضوي بعد كل مباراة دائما ما يتكلم عن العقم الهجومي دائما، لأنه تكلمت لك قبل لما تكلمنا على نادي واتسوف قلت لك أنه الفريق تاع وهران يوصل للمرمى، يوصل مرات عديدة لكن لا يسجل. وحنا هنا دائما في حصة التسعين يا طارق زاد معنا اليوم ملك الإحصائيات أنا أمين. مولودية وهران بالدليل سجل هدفين فقط قبل هذه المباراة، هدفين في 8 جولات. يحتل هذه المرتبة الغير مشرفة بسبب هجومه الذي لا يسجل، لأن دفاعه يعتبر ثاني أحسن دفاع قبل هذه المباراة بتلقيه 4 أهداف فقط. اليوم أصبح تلقى 7 أهداف. أما عن شبيبة القبائل آخر 3 مباريات كانت عنده نقطة واحدة. اليوم انتفاضة، شبيبة القبائل سجلت قبل هذه المباراة 4 أهداف فقط، اليوم سجلت 3 أهداف. سجلت انتظار التأكيد لأنه المشكل في ثبات المستوى. مثل شوف شبيبة القبائل مثل شبيبة الثورة، مباراة مستوى عالي ثم ينقص. شبيبة القبائل خارج الميدان يا أمين سجلت هدفين فقط. اليوم أول مباراة تسجل فيها شبيبة القبائل 3 أهداف خارج ميدانه، ما يعادل أو أكثر ما سجلته طيل كل الجولات. نعم. مشكلين بالنسبة للحلقات التحكيمية 30 ثانية. ملك الإحصائيات شكون؟ صغير وجاب الإحصائيات اللي جابها. هيا خلاص دخل السيف. مباراة كبيرة. شبيبة القبائل أول مرة يدير في المحترف الأول كذاك اليوم السيد صحراوي. شاهدنا وجوه جديدة. هذه نقطة بارزة اليوم. أنا شفت الشوط الثاني كامل. الشوط الأول مش يعني يكون في البلاطة، والشوط الثاني أدى مباراة جيدة يعني بكل صراحة. راح نتكلم على حالة تحكيمية. حالة تحكيمية هي ضربة الجزاء. ضربة الجزاء موجودة شرعية صحيحة لا غبار عليها. كل الناس تتكلم هل صفراء أو حمراء البطاقة. قانونيا هذه كراهة لا مفروغ منها. وش كاين في القانون؟ ماذا يقول؟ هذا بوكسو يعني خلاص وجه لوجه مع الحارس، منفرد مع الحارس. قانونيا يعني عن ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء، إلا في الحالات ال3 ونعطوا البطاقة الحمراء. بي بوسي تيري تونير، المسك والشد والدفع. في هذه الحالة هنا كاين مسك بطاقة حمراء في القانون، ولكن الفيفا دارت قانون درس نقروا به الحكام هو اسمه لا جيستيون، تسيير مباراة. لا جيستيون تاع مباراة. هنايا الوقت انتهى، الدقيقة 95 أعلن عن المباراة. الكرة خلاص شبيبة القبائل وش يهمها؟ يهمها ضربة الجزاء. أعطاها ضربة الجزاء، حسبها تشالنج، أعطاها بطاقة صفراء وأنا مع الحكم. هذا هو تسيير مباراة عند الإخراج. موافقة من الحكم في أول مباراة. في أول مباراة، لأن بعد ضرب الجزاء أعلن عن نهاية المباراة. غير مؤثرة إذا. مباراة الميدان والحكم. نعم إذا خيار موفق. هذا إذا كان ملخص ما حدث في جولة 8.